السلام عليكم. زي ما شرحنا في السيشن اللي فاتت. شرحنا requirement. ازاي نقراها. دلوقتي معانا الأسئلة اللي المفروض احنا طلعناها. طبعا انا مرضتش اكتب الأسئلة لايف عشان دي حاجات يعني ايه، ما ينفعش انت تطلعها وانت قاعد في قاعدة كده. ما ينفعش طبعا. لان في حاجات انت لازم تقرا الدوكيومنتيشن كويس، البي ار دي كويس، عشان تقدر ان انت تفهم البيزنس كويس. فلما تفهم البيزنس كويس هتقدر ان انت هتقدر ان انت تطلع اسئله عليه. مش هينفع تطلع اسئله الا اذا انت فاهم البيزنس كويس. طيب ماشي، خلينا نبدا على طول. السكوب والهاي ليفل اناليسيس. ماشي. اول حاجه، احنا لما لاحظنا لما كنا بنقرا ان احنا لاحظنا ايه، لاحظنا ان ما كانش فيه برودكت ديتيلز. برودكت ايه ديتيلز؟ طيب ده يديني سؤال، ليه ما فيش برودكت ديتيلز؟ احنا في ميسنج برودكت ديتيلز. انت بتقولي ان ما فيش برودكت، انا بقول لك ليه. لان دي حاجه طبيعيه في اي ويب سايت اي كوميرس، ان لازم انا ادخل على صفحه المنتج عشان اعرف تفاصيل عنه. فانا مش هطلبه من بره كده، لازم اي حد بيدخل على صفحه المنتج. فانا كده باجي اقول له لا، انا في عندي لا، ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان انا ما يبقاش عندي برودكت ديتيلز. ده اول حاجه بقولها له. والله بقى هم ليهم اسبابهم، انت قلت اللي عليك، يعني انت قلت، انت فاهم. بس احنا قلنا قبل كده ان احنا لو هنلاقي بج مش عارف ايه، انا ده في حاله ان انت اتكلمت في الموضوع وهم قالوا لك مثلا ايه، لا لاسباب معينه احنا مش هنعمل الحاجه دي. خلاص انت ما عليك انك بتست الحاجه المتاحه وبتدي الراي بتاعك. تمام كان بها، مش تمام خلاص تمام. فانا هقول له لا والله في حاجه انا عندي، مش موجوده. تمام. تاني حاجه الواتش ليست. الواتش ليست دي يعني هي بالسيشن ولا بتسيفد؟ يعني مثلا انا النهارده داخل، طبعا الواتش ليست دي، الواتش ليست دي ان انا مثلا في منتجات بضيفها زي فيفورت كده. هي زي الفيفورت اللي انا يعني حابه ان شاء الله اطلبها بعدين، او انا عشان بس بدور على حاجات تانية، فعشان مش كل شويه اطلب بقوم داخل ايه حاططها عشان مثلا او حاجه يعني هي ايه بالنسبه لي. يعني اكيد انتوا عارفينها يعني عشان ما نقعدش نشرح فيها كتير. تمام. هي بالسيشن ولا سيفد؟ انا هسأل نفسي يعني انا وانس ان انا ضفتها هتفضل محفوظه على طول، ولا لما انا السيشن بتاعتي تخلص؟ وده هيدينا سؤال تاني، هو في سيشن اصلا للوجن بتاعي ولا لا؟ في ابلكيشنات، واكيد ده حصلت معاكم، وويب سايت خصوصا البانكينج، خصوصا يعني البانكينج. تدخل كده على البتاع على يعني مثلا انستا باي، اكيد كنا بنستخدم انستا باي. لو انت فضلت قاعد فيه شويه هيجي يقول لك ان السيشن خلاص اكسبايرد، خلاص انت محتاج تلوجن تاني، وبيخليك تلوجن تاني. هل انت بتسأل هتقول لي هو اقول لك عادي يعني ممكن يعملوها، ما فيش مشكله يعني اللي فيها. فهقول لك هي خلاص بالسيشن ولا سيفد. طب هو اصلا الابلكيشن لو عرفت ان هو الابلكيشن ما فيهوش سيشن، يبقى اكيد هي ما فيهاش ما فيهاش سوري سيشن. ممكن على فكره تبقى برضو الابلكيشن كله سيفد عادي، يعني ما بيخرجش او ما بيطلبش منك لوجن تاني، بس تبقى دي بالذات هي اللي بالسيشن ممكن يبقى ليها وقت معين وكل اللي فيها بيتشال عادي. فانت بتسأل السؤال اللي انت المفروض ايه تسأله عليها، مش اللي انت المفروض، اللي انت جه في بالك او اللي انت فكرت فيه عشان وانت بتست. لان هو مثلا ايه، ممكن لما تسأله السؤال زي ده هو يبقى مثلا يعني مش حاطط في دماغه، ممكن تديله هنت في حاجة زي كده فتضاف جديد عادي. كل شيء وارد يحصل. والكارت نفس النظام. الكارت برضو نفس النظام. هل لما اضيف منتج للعربية اللي هي بتاع عربية التسوق، لما اضيف لها منتج هل برضو بيفضل فيها، ولا المنتج ده، ولا المنتج ده اللهم صل على النبي، ولا المنتج ده بيتشال بعد فترة؟ برضو نفس السؤال. وانا لسه جاي وانا بتكلم مع السؤال ده لسه جاي في دماغي على فكرة، وانا لسه جاي في دماغي دلوقتي سؤال وانا بتكلم معاك على ايه، على حاجة ايه، على اعتبار ان الكارت دي يعني ملهاش سيشن. انت ضفت النهارده سماعة مثلا، ضفت النهارده موبايل ايفون، خلاص الموبايل ايفون ده فضل محفوظ. طيب انا ضفت الموبايل الايفون ده وهو كان عليه خصم 10% 20%، سي مثلا
كان 30,000. الموبايل ده بقى حاليا بمثلا ب 25,000. فانا ضفت الموبايل ده وهو 25,000 للعربيه. بديهي انا ما اشتريتش الموبايل بالخصم. طب هل لما يرجع الخصم او يرجع الحاجات اللي كانت مخصومه، هل لما انا كيوزر عادي، لما بدخل اسيرش على منتج حتى لو انا ضايفه في العربيه بيظهر لي عادي جدا اللي هو اكنك لسه هتشتريه يعني، او هيقول لك فيو ان كارت مثلا عشان انت ضايفه قبل كده. هل انا هشوف السعر دلوقتي رجع لاصله اللي هو 30,000، هل هيتعمل له ابديت في العربيه ولا لا؟ يعني هل دي في لينك ما بينهم؟ ما هو ممكن يكون ما فيش لينك ما بينهم. برجع بقول لك عادي، اعتبر نفسك ما تعرفش اي حاجه، عادي. فده سؤال ممكن نضيفه ربع، ده السؤال الاسئله زي دي انا شلتها، يعني ما تاخدش بالك منها، اللي عليها احمر دي انا شلتها. تمام. اللوجن بقى، احنا كده يعني سألنا اسئله هي ممكن تكون انت ممكن تكون هتسالها، دي اسئله عامه، فاهم؟ ممكن تكون هتسالها خصيصا لما تروح لكل جزء، عادي مفيش مشكله، يعني ايه اللي فيها عادي يعني، فاهم؟ اللوجن بقى، الاناليسيز كويستشن، ماشي. اللوجن في ليميت لعدد المرات الغلط اللي انا بدخلها؟ ده طبعا شيء طبيعي جدا. اي كوميرس مش اي كوميرس المفروض الحته دي تكون موجوده. حته ايه؟ ان انا ما ينفعش ما يبقاش في عدد ليميت، لا ان انا ادخل الباسورد غلط او غلط، لان كده انا كده واحد بحاول ان انا ادخل على الاكونت وانا مش صاحب الاكونت، فاهم؟ فهو المفروض يبقى في ليميت. فانا بسأل هو في ليميت ولا مفيش ليميت؟ ممكن ما يكونش فيه، عادي ممكن ما يكونش فيه. انا برضو هرجع واقول لك تاني، انت مش بتدي رأيك او مش بتدي امر ان انت حاجه تصلح، لا انت بتقول مش المفروض يكون في ليميت على عدد مرات الدخول الغلط؟ طيب في ليميت، طب هعمل ايه يعني؟ الابلكيشن خد بالك برضو دي سؤال، يعني ده سؤال زياده لسه جايبه برضو. طب ماشي مفيش ليميت، او في سوري في ليميت عندي في عدد مرات الدخول الغلط، طب بعد الليميت ده ايه اللي هيحصل؟ هل هو هيعمل ايه؟ هل هو هيوقف هيديني مهلة مثلا ربع ساعة وبيقول لي حاول بعدين؟ هل هو يعني ايه التصرف اللي انت هتعمله ايا كان بقى؟ تمام. في specific error message for في error message لو انا دخلت اليوزر نيم او الباسورد بتاعي غلط. هتقول لي هو مش ده طبيعي؟ لا هقول لك مش طبيعي. لا ما دام مش مذكور في البي ار دي، او مش اتعمل له منشن في البي ار دي، خلاص لازم اسال. هو انت ممكن مثلا ايه، مثلا يعني مثلا انا لما كنت بتست مره على ويب سايت، فلما بضغط مثلا لو انا لوجن كده بضغط عليه فاضي واسيبه ما يظهرليش حاجه، لا غلط، المفروض يظهر لك، يقول لك بليز انتر باسورد او انفاليد باسورد. انا سايبه فاضي وهو انفاليد باسورد، فلازم يعرفك. المهم في عندي ايرور مسج معينه بتظهر عشان افاليد بيها، ده اليو اكس ده اليو اي طبعا. في عندي في رساله معينه هتظهر ولا لا؟ تمام. تمام. لو انا عندي سيشن تايم اوت، لو عندي، لو هو قال لك انت عندك، طب انا هبقى فيها قد ايه؟ هبقى فيها 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعه، ساعه، ساعتين، اي رقم. وانا بتست هعمل نفس هتست الحاجه دي، هفضل ساعه. طب السؤال ده ما طلعش بج على طول، ما انت قلت لي ساعه، فلازم اعرف بالظبط انا هقعد قد ايه. ده بالنسبه للوجن لاسئله انا جت في دماغي. انت ممكن يجي في دماغك اسئله اكتر، ممكن انت في عندك حاجات اكتر فهيجي في دماغك اسئله تانية، عادي. خد بالك برضو الاسئله دي يعني يعني شائعه شويه. يعني احنا برضو انا يعني انا اللي بحاول اعمله لك ان انا بدي لك ايه لمحه، او بدي لك حاجه زي ان انا بعرفك. فيعني انت في اسئله تانية ممكن، انا ممكن دلوقتي اقعد مع نفسي شويه كمان في اللوجن اطلع 5 6 7 10 اسئله عادي جدا. فانت ايه ما تقولش ده هو اللي كان بيشرح لي، انت بتشرح لي دلوقتي انت طلعت لي 3 اسئله اهو، لا ما تاخدنيش مقياس لاي حاجه. سواء عملت كتير عملت قليل، انت ليك دماغك انت، بس انا بفهمك المبدأ.